حيل لو عملتها سواء كنت هتشتري او هتبيع ذهب هتوفر كويس جدا. مش بس كده، ده كمان هعرفك بعض الحيل بيلجأ لها بعض تجار الذهب علشان ياخدوا منك فلوس اكتر. انا ايهاب يعقوب ودي بانكينج شانل، لايك وشير وفولو وتعالوا نعرف مع بعض. الذهب سلعة عالمية، سعرها طبعا بيطلع وبينزل حسب تقلب الاسعار في البورصة بتاعت الذهب العالمية، ولكن لو قلنا مثلا سعر أنصة الذهب اللي هي وزنها 31 جرام 1/10 ذهب عيار 24 بيساوي مثلا 1756 دولار، فده المفروض ان هي تتباع بيه سواء كان في السعودية، في الكويت، في امريكا، في بلجيكا، في اي دولة في الدنيا، حتى لو في مصر. بس بما انك في مصر هتشتريها بالجنيه. طب هتقولي طيب انا دلوقتي هروح عند تاجر الذهب، لو قلنا مثلا ان الذهب دلوقتي اسعاره غليت وعدى ال 1400 جنيه لكل جرام ذهب عيار 21، لو هروح اشتري جرام الذهب هشتريه ب 1400 جنيه بس؟ هقول لك لا طبعا. هقول لحضرتك بيضاف عليه بعض الحاجات التانية. زي ايه؟ اول حاجة فيهم هي المصنعية. ليه؟ لان ورش ومصانع الذهب بتاخد الذهب عبارة عن سبائك حجمها كبير، وطبعا علشان تحولها لمشغولات ذهبية بتحتاج لشغل كتير جدا وعمالة ماهرة وادوات غالية جدا. ده مش بس كده، ده كمان احبك تبقى عارف ان المصنعية دايما بتغلى كل ما الذهب سعره بيغلى. ليه؟ لان دايما بيبقى فيه حاجة اسمها نسبة هادر او هالك في كل مثلا كيلو ذهب. هتلاقي حوالي 6 أو 7 جرام بيضيعوا عشان يحولوا كل كيلو ذهب لمشغولات ذهبية. هنا بقى هقولك على أول حيلة ممكن توفر بيها كتير قوي. حضرتك لما تروح تشتري ذهب روح بالذات لمحلات ممكن ما تكونش كبيرة قوي للسبب اللي هقوله لك. قول لهم أنا عايز ذهب قديم. إيه الذهب القديم ده؟ هقول لحضرتك أي حد لما بيحب يبيع الذهب اللي كان قديم عنده مستخدم بيتقسم تقريبا لحاجتين. حاجة منهم بيسموها كسر الذهب، وده الذهب الغير قابل ان هو يرجع تاني جديد، فبيتسيح ويتعمل سبايك ويرجع يتعمل مشغولات ذهبية من الاول تاني. ولكن في ذهب بيكون بس مستخدم لكن حالته كويسة، فده تجار الذهب بيلمعوه ويخلوه جديد، حضرتك ممكن تروح تشتريه. بس بما انه ما تحولش من سبايك لمشغولات ذهبية من جديد فبيتباع بمصنعية قليلة جدا مقارنة بالذهب الجديد. فبتلاقي مثلا كل جرام بيدفع فيه مثلا مصنعية 20 30 40 جنيه حسب طبعا المحل اللي انت بتشتري منه وانت وشطارتك في الفصال. ودايما اللي بيرضى يعمل الحكاية دي ده بتبقى محلات عادية، يعني ما تروحش لشركات كبيرة قوي وتقول لهم انا عايز اشتري ذهب قديم، لا ممكن ما يرضاش يبيع لك. لكن المحلات العادية عادة بيرضوا يعملوا الموضوع ده. وطبعا المصنعية اللي انا قلت لك عليها دي بتبقى قليلة جدا اذا قارنتها بالمشغولات الذهبية العادية، لان انت هتلاقي مثلا مش اقل من 75 80 جنيه تقريبا لكل جرام ذهب مصنعية، وممكن توصل كمان لحد اكتر من 250 جنيه. طبعا ده بيفرق حسب العيار بتاع الذهب او حسب نوع الذهب، مثلا اصفر او ابيض، او حسب كم المشغولات الذهبية اللي موجودة في القطعة الذهبية نفسها. وبرضو احبك تبقى عارف ان انت هتاخد برضو فاتورة عادية جدا، فاتورة ضريبية من عند محل الذهب اللي انت بتشتري منه. مش هيبقى مكتوب فيها طبعا ان ده ذهب قديم، لا هيبقى مكتوب فيها المواصفات العادية جدا، زي مثلا العيار بتاع الذهب، عدد الجرامات، سعر جرام الذهب، ولازم تاخد فاتورة ضريبية. مش بس كده، ده كمان بيضاف على سعر الذهب بعد ثمن الذهب الأصلي والمصنعية الدمغة بالإضافة للضريبة. الضريبة دي بقى ساعات بيحصل منها حوار. يعني إيه؟ يعني مثلا ممكن تلاقي تاجر الذهب بعد ما يحسب لك الحسبة يقول لك لا احنا هنزود عليها بقى 2-3% مثلا الضريبة اللي على الذهب. هقول لك ان دايما الضريبة دي بتبقى نسبة من المصنعية مش نسبة من الذهب، ودايما هتلاقيها في الفترة دي هتبقى من 8 ل 10 جنيه تقريبا المفروض على كل جرام. كانت قبل ما الذهب ما يغلى مثلا من سنة سنتين كانت تتراوح من 5 6 7 جنيه تقريبا. وبرضه لازم تبقى عارف وانت بتشتري ان السبائك الذهبية بتبقى اقل مصنعية ممكنة، ولكن تبقى عارف الآتي ان انت لو اشتريت مثلا سبيكة بتبدأ من 1 جرام 2 جرام 5 10، في اللي هي وزن الأنصة اللي هي بتبقى 31.1، في 50 جرام 100 كيلو زي ما انت عايز. بس دايما السبائك اللي وزنها قليل بتبقى مصنعيتها اعلى شوية من السبائك الكبيرة، يعني بتلاقي الجرام الواحد عليه مصنعية تقريبا في حدود ال 50 جنيه
اكتر او اقل شويه حسب الشركه والمكان اللي انت بتشتري منه، ولكن الميزه فيها ان حضرتك تعرف تسيلها بسرعه. بمعنى ان انت مثلا لو معاك سبيكه 100 جرام، انت لو احتاجت جرام واحد منهم هتحتاج ان انت تبيع السبيكه كلها، ولكن لو انت عارف ان انت هتحتاج ممكن المبلغ لما تتزنق فيه على اجزاء، لا، انصحك ان انت تشتري السبايك اللي وزنها قليل شويه. ولكن السبايك اللي هي حجمها كبير دايما دي بتبقى المصنعيه بتاعتها بتبقى اقل، بتبقى مثلا في حدود ال40 جنيه. ولكن برضو لازم تبقى عارف وانت بترجع السبيكه تاني او انت بتعيد بيع السبيكه تاني للتاجر، لو السبيكه وهي مقفوله بالبرشامه بتاعتها، طبعا انا بتكلم على السبايك بتاعت الشركات، بتاخد فيها نسبه من المصنعيه ممكن توصل لحد النص تقريبا. طيب انا بقى دلوقتي معايا ذهب شاريه من زمان وعايز استغل ارتفاع الاسعار وعايز ابيعه، اعمل ايه او ايه اللي اخد بالي منه؟ هقول لحضرتك خلي بالك من الاتي. اولا ان انت المصنعيه اللي انت دفعتها انت مش هتعرف تستردها تاني غير في حاله السبائك الذهبيه، تسترد جزء منها زي ما قلنا، يعني هتبيع حسب سعر الذهب في يوم البيع. ولكن احبك تبقى عارف الاتي، مثلا انت رايح تبيع الذهب، المفروض التاجر هيكسب منك من البيع، وهنا هقول لك ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي متعارف عليه في السوق وايه اللي ممكن يعتبر تجاوز جامد قوي. اللي المفروض يتعمل ان التاجر مثلا ياخد منك الضريبه مثلا على كل جرام، يعني مثلا انت رايح تبيع حاجه ب 10000 جنيه ثمنها الذهب، يقول لك انا هاخد منك مثلا 100 جنيه. انما اللي متعارف عليه في السوق ان هو بياخد منك 2% من ثمن الذهب، يعني 200 جنيه. بس اللي تجاوز جامد قوي بقى الصراحه ان هو يقول لك انا هاخد منك 7% 5% من ثمن الذهب اللي انت بتبيعه. وهنا برضو احب الفت نظرك لحاجه، ان لو انت مثلا معاك غويشه حجمها 10 جرام و100 مللي مثلا يعني، والمدام بتلبسها لفتره طويله قوي في ايديها طول النهار والليل، العرق واحتكاك الغويشه مع الجسم ده بيقلل من وزن الغويشه نفسها، فلما تيجي تبيعها هتلاقيها فقدت مثلا ال 100 مللي، بقى ثمنها 10 جرام بس. فانت قبل ما تبيع مثلا الذهب ممكن توزن في اكتر من محل وتسال الراجل اللي هو بياع الذهب، تقول له طيب حضرتك الثمن اللي انت قلت لي عليه ال 10000 جنيه ده قبل ولا بعد الخصم؟ يعني الصافي هاخده في ايدي كام؟ عشان تعرف تقارن ما بين المحلات وبعضها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو لايك وشير وفولو. انا ايهاب يعقوب ودي بانكينج شانل.